طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الآية والمسهل بهم وأبرز العناوين. فرقة فنية إريتريا لأثيوبيا لترسيخ قيم السلام الفني. تخريج دفعة من المنتسبين الفنيين بالدفعة 32 للخدمة الوطنية. نفير في مصوع بمناسبة ذكرى عملية فنقل. أفريقيا الوسطى توقع اتفاقا للسلام مع 14 حركة مسلحة. ترامب يعلن موعد قمته مع كيم جونغ أون. والرئيس الأفغاني يعارض أي اتفاق للسلام دون حكومته. مرحبا بكم. تتوجه فرقة فنية إريتريا في جولة فنية إلى أثيوبيا تضم عددا من الفنانين الكبار والشباب تتقدمهم فرقة سبريت للفنون الشعبية، وذلك لتقديم عروض مختلفة في إطار الاحتفال بترسيخ قيم السلام الفني القائم بين البلدين. ووفق البرنامج الموضوع ستقوم الفرق بعرض عدد من الأنماط الإبداعية المختلفة، كما ستعكس من خلال البرنامج التراث والفلكلور الشعبي بقوالب فنية إبداعية. وسوف تكون أول العروض في 16 من فبراير الجاري بمدينة بحردار، وتواصل القافلة الفنية عروضها في 19 من فبراير في هواسا، وفي 21 في العاصمة أديس أبابا. كما ستشهد العروض مشاركة واسعة من الموسيقيين والفنانين الأثيوبيين. تخرج في 5 من فبراير الجاري 1379 من طلاب المدارس الفنية، بينهم 635 طالبة تلقوا الدراسة لفترة 6 أشهر في 7 مدارس، وذلك بعد إكمالهم التدريب العسكري والسياسي والتعليم الأكاديمي. وفي مراسم التخريج التي جرت في ساوا بحضور قائد هيئة أركان وزارة الدفاع الفريق فيليبوس واليوهانس، وقائد القيادة الغربية العميد تخل كفلاي، وغيرهم من كبار مسؤولي الحكومة والجبهة، وكذلك كبار قادة مركز التدريب للخدمة الوطنية، قدم الدارسون عروض تعكس التدريب الذي تلقوه نظريا وتطبيقيا. وألقى الفريق فيليبوس واليوهانس كلمة أوضح فيها الجهود المبذولة لبناء وطن مزدهر ومتحضر وتنشئة شباب أكفاء في كل المناحي، وقال إن الوطن لا يبنيه جيل واحد وتعيش فيه الأجيال الأخرى في راحة واستراحة، بل يجب على كل جيل أن يبذل جهود حسيسة ويبني ويعمر، ومن ثم يورث قيمه للجيل الآخر، لأن هذا ليس عمل اختياري بل واجب وطني. وقدم العقيد دبساي جدي قائد مركز التدريب الوطني بساوا تقرير مقتضب ذكر فيه بأن تخريج الدارسين يتم في أجواء السلام المبشرة، معبرا عن أمله في أن يعكسوا في الحياة العملية إنجازات مبهرة، حيث أشاد بجهود الطلاب وخاصة الطالبات. وقدم المتخرجون برامج فنية وعروض تعكس المناسبة، كما أكدوا بأدائهم القسم على تقديم كل ما تطلبه البلاد. وفي الختام قدمت الجوائز للفائزين في كافة الأنشطة. تجري أنشطة نفير واسعة للنظافة الأهلية في مختلف مناطق مدينة مصوع بمناسبة ذكرى عملية فنقل 29. وأوضح مسؤول وحدة القانون والنظام في المدينة السيد أمان فساتين بأن المهام الجارية والمصحوبة بالآليات الثقيلة تسير بصورة جيدة في مناطق طوالت ووسط مصوع وعداقة وهطمية وقرار وكامبو مارتا وحطملو وأم كلو والسواحل البحرية. وقد أشاد بالأنشطة الفعالة التي أبداها السكان والموظفين الحكوميين وشركات البناء والتنمية والاتحادات الوطنية. وفي الختام قال السيد يمان فساتين إن النظافة الأهلية ترتكز في المقام الأول على سلامة صحة كافة المواطنين، لذلك يجب ترسيخها كثقافة يومية وعدم انحصارها في المناسبات فقط، معبرا عن أمله الكبير بأن يعزز المواطنين مشاركتهم من أجل حسن الاستقبال وتعظيم المناسبة. وسوف يحتفل بذكرى عملية فنقل التاريخية في الفترة من 8 حتى 10 من فبراير الجاري تحت شعار فنقل معجزة تاريخية. أعلن بأن المؤسسة الصحية المشيدة في منطقة همبو القجج بمديرية كركبت بإقليم القاش بركة تسعى جاهدة لتعزيز الوعي الصحي إضافة لإسهاماتها الكبيرة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية. وقال مسؤول العيادة الممرض مدهاني قبراي إن العيادة تقدم الخدمات الصحية لسكان منطقتي همبو القجج ويكارع عبر الخدمات الصحة العامة ورعاية الحوامل قبل وبعد الولادة وجميع أنواع التطعيم، موضحا بتنظيم حملات توعية صحية مكثفة لتعزيز معرفة المجتمع المدني للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية.
وذكر الممرض مدحان قبراي بتوسع الاستفادة من خدمات المؤسسة مع ارتفاع الوعي، مناشدا إلى الإسراع في إكمال إنشاء بناء عنابر انتظار الحوامل وتوظيف سيارات الإسعاف. من جهتهم قال المستفيدين من الخدمات الصحية أنهم كانوا يحصلون على الخدمات الصحية في السابق من المؤسسات الصحية في أغردات وأملايت مرتحلين مسافات طويلة، مما كان يسبب لهم متاعب اقتصادية وهدر للوقت. وقد أشاروا إلى أن العيادة تساهم في انخفاض وفيات الأمومة والطفولة. هذا وقد بدأت عيادتهم بالقجاج تقديم الخدمات الصحية في العام 2007. شهدت ندى قرقس بمديرية الدخالة تدشين عنابر انتظار الحوامل بعيادة البلدة، كان ذلك في 31 من يناير المنصرم وبتكلفة بلغت 1.6 مليون نافع. وأوضح مدير مديرية الدخلاء السيد عن مسقلة حنوم أن المبنى الذي يحتوي على 3 غرف للنزلاء و5 أقسام يقدم الخدمات الصحية لسكان بلدة ندى قرقس وغزة خرن وغزة حملي وغزة مدباي وعدي بركوت. وذكر السكان بأن المبنى يلعب دورا كبيرا في الحد من وفيات الأمهات والمواليد، مؤكدين جاهزيتهم لإكمال النواقص من المعدات. وتقدم عيادة بلدة قرقس خدمات الإسعافات الأولية والطب العام ومتابعة الحوامل قبل الولادة وتطعيم الأطفال، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد والنصح. مشاهدونا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. وقعت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بالأحرف الأولى اتفاقا للسلام والمصالحة مع 14 حركة مسلحة بعد محادثات استغرقت أسبوعين في العاصمة السودانية الخرطوم. وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن يوم السبت الماضي عن التوصل لاتفاق سلام، لكن بنوده لم تعلن على الفور. ويعصف العنف بجمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2013 عندما أطاحت جماعة سيليكيا برئيس البلاد آنذاك فرانسوا بوزيز، مما أثار رد فعل انتقاميا من ميليشيات. ونشرت الأمم المتحدة قوات الحفظ والسلام عام 2014. وأبدت الحكومة والمتمردون تفاؤلهم بشأن الاتفاق، ولكن ليس هناك ما يضمن استمرار السلام، لأن اتفاقيات مماثلة في الأعوام 2014 و2015 و2017 انهارت جميعها، ولغي الآلاف حتفهم بسبب الاضطرابات في ذلك البلد المنتج للألماس والذهب، وفر 5 سكانه البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة من ديارهم. وتواجه بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام المؤلفة من 12 ألف فرد والمنتشرة في أفريقيا الوسطى منذ عام 2014 تواجه صعوبة في إعادة النظام إلى المناطق الريفية، حيث لا يوجد للحكومة سيطرة تذكر، ويتعرض المدنيون لهجمات متكررة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موعد قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بنهاية الشهر الجاري. وجاء إعلان ترامب أثناء تناوله للقضايا الدولية في خطاب حالة الاتحاد السنوية أمام أعضاء الكونغرس. قال ترامب إنه سيقابل زعيم كوريا الشمالية في فيتنام في 27 و28 من فبراير الجاري. ودعا ترامب في الخطاب إلى الوحدة السياسية في نداء لأعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وهو ما يتناقض مع هجومه اللاذع على زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي. وتعهد ترامب مجددا ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهي القضية التي تسببت في أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، نظرا لأن الديمقراطيين في الكونغرس يرفضون إقرار الميزانية الجديدة وتتضمن تمويلا للجدار الذي يسعى ترامب لبنائه. قال الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه لا يمكن إبرام اتفاق سلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة دون مشاركة حكومته باعتبارها صانع القرار. وحكومة غني مستبعدة حتى الآن من محادثات السلام الجارية بين مفاوضين من طالبان ومبعوثين أمريكيين لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 17 عاما. وقد وصف طالبان حكومته بأنها عميلة للولايات المتحدة. وأدلى غني بهذه التصريحات في الوقت الذي التقى فيه ساسة من المعارضة الأفغانية، من بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي، مع ممثلين لطالبان في موسكو. ويقول مسؤولون أمريكيون إن أي انسحاب مرهون بالتوصل لوقف لإطلاق النار، وهو ما تصر طالبان على حدوثه. أولا، وضرورة استعداد طالبان لدخول محادثات مع الحكومة الأفغانية للمساعدة في التوصل لسلام دائم.
أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس سيباراس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبتهما في الحفاظ على الحوار في اليوم الأول من زيارة يقوم بها المسؤول اليوناني إلى تركيا لتخفيف حدة التوتر بين البلدين المتجاورين. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك: نعتقد أن كل المشاكل مع اليونان يمكن حلها بسلام ومن خلال الحوار. من جهته عبر سيبراس عن سعادته إلى أن قنوات الاتصال تبقى مفتوحة مع أنقرة، ودعا إلى بناء علاقة مبنية على احترام القانون الدولي والتفاهم المتبادل. وبدأ رئيس الحكومة اليونانية زيارة تستغرق يومين لتركيا هدفها أساسا تهدئة التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. فاصل آخر مشاهدونا ثم الوقفة الرياضية. هيمن نجوم منتخبنا الوطني للشباب على جميع الأقمصة الشرفية والتتويجات في بطولة أفريقيا لدون 23 عاما المعروفة بطواف ديلا سابوروس والجاري حاليا بالكاميرون. المزيد في سياق التقرير التالي والزميل أمير عثمان. هيمن نجوم منتخبنا الوطني للشباب على جميع الأقمصة الشرفية والتتويجات في بطولة أفريقيا لدون 23 عاما المعروفة بطواف ديلا سابوروس والجاري حاليا بالكاميرون. وأقيمت المرحلة الثانية أمس الثلاثاء لمسافة قدرها 102 كيلومترا على ضواحي مدينة دوالا، وألى صدارتها للدراج البرتغالي فرانسيسكو كامبوس بعدما سجل زمنا قدره 2 و9 دقيقة و56 ثانية بمعدل سرعة وسطي بلغ 47.2 كيلومتر في الساعة الواحدة. وذهب المركز الثاني في المرحلة للدراج الإريتري ناتنائيل تسفاتسين بنفس التوقيت مع الفائز بالمرحلة، ونال الدراج الياباني شو ماتسيدو المركز الثالث. وجاء دراج منتخبنا الوطني يعقوب دبسهاي بالمركز الرابع، وفيليبوس كبراء بالمركز الحادي 10، ودانيال هابتا ميكيل بالمركز الرابع 10، أما روبيل تولى بالمركز السادس 10، في حين كان المركز 23 من نصيب ناتنائيل مبرهتو. بهذه النتيجة اعتلى نجوم منتخبنا الوطني ناتنائيل مبرهتون على صدارة الترتيب العام، وارتدى القميص الأصفر على حساب يعقوب دبسي الذي تراجع للمركز الثاني. وفي شراع القميص الأخضر تربع ناتنائيل تصفاتين على الرياضة المستفيدة من رصيد نقاطي استقر عند 32 نقطة. وعلى صعيد الفرق حافظ منتخبنا الوطني على الصدارة بعد أن وسع الفارق الزمني الذي يفصله مع أقرب منافسه المنتخب الجزائري إلى 16 ثانية. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.